الاسم ده هتشوفوه في كل مدينه. فحبيت اخد اخواتي اللي طلبوا مني اسعار العربيات وننزل جوله سوا نتفرج على العربيات واسعارها النهارده هنا في المانيا هتكون عامله كام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي المتابعين من كل مكان. هاخدكم النهارده ان شاء الله وهنتفرج عن اسعار العربيات، لان النهارده موجود في معرض من اكبر المعارض اللي بتبيع العربيات المستعمله والجديده هنا في المانيا. هتكلم عن عربيات مختلفه، مش هتكلم عن ماركه واحده بس. يلا بينا ما نضيعش وقت الفيديو في المقدمه ونخش نتفرج على طول على اسعار العربيات. العربيه اللي موجوده معايا دلوقتي دي اسمها كوبرا ليون ETSI، واللي ما يعرفش كوبرا وده موديل عربيات انتجته شركه سيات جديد. عربيات محترمه وجميله جدا، لان شركه سيات كانت عايزه ترجع السوق بس بقوه، فانتجت العربيه دي وسميتها كوبرا. والعربيه دي مستعمله مش جديده، مشيت 11500 كيلو متر وهتكون 150 PS، وكمان موديل 2023. تعالوا اخدكم ونتفرج على شويه لقطات للعربيه دي افرجكم عليها. هنلاقي ان علامه كوبرا جاي حواليها الكربون فايبر، كلمه كوبرا مكتوبه بالاسود ورا هنا، وكمان جايه بشريط الاضاءه ده اللي جاي بعرض العربيه من ورا مخلي العربيه شكلها وقور، وكمان جايه بالديفيوزر السبور، وجايه بالاكزوست الشكل ده 4 فتحات، 2 هنا و2 هناك. بس ال4 فتحات دول منظر مش حقيقيين. تعالوا اوريكم انا قصدي ايه. هنا لو جينا ركزنا هنلاقي ان الفتحات دي مسدوده، كذلك في الجزء اللي هناك ده جايه من ورا بشكل السبويلر ده الرفيع اللي طالع من فوق الشنطه كده خارج لبره، وسعرها هيكون 31980 يورو. والعربيه اللي بعد كده معانا هتكون الاودي A4 TDI موديل لسنه 2022، 163 PS ومستعمله مش جديده، مشيت 188200 كيلو. ناقل الغيارات فيها هيكون اوتوماتيك مش عادي، والعربيه دي فحصه والمفروض تفحص المره الجايه في سنه 2026، يعني كمان سنتين. وده معناه ان لما شخص بيشتري عربيه فيها فحص بالفعل مش بيحتاج ياخد العربيه ويروح المرور يفحص، بياخد العربيه بيأمن عليها وبيدفع حقها وبيبقى كده هو عمل كل حاجه. لكن العربيه لما تيجي ما فيهاش فحص فالشخص بياخد العربيه دي وبيطلع على وحده المرور الالمانيه هنا وبيعمل للعربيه فحص وبيتاكد ان العربيه تمام ما فيهاش اي مشكله. والعربيه لو فيها مشكله او فيها قطعه محتاجه تتغير فصاحب العربيه مجبر اللي هو يغير القطعه دي او يصلحها، لانه مش هيقدر يستخدم العربيه ويمشي بيها هنا في الطرق من غير ما يكون فاحص، وكمان الفحص بتاعه سليم 100%. وسعر العربيه دي هيكون 20900 يورو. تعالوا اخدكم افرجكم على العربيه ونشوف تفاصيلها سوا. ودايما بعد كل عربيه هصور لكم الورقه اللي مكتوب عليها كل البيانات اللي موجوده في العربيه واسيبها لكم، بحيث لو انت بتدور على معلومه انا ما قلتهاش تلاقيها ان شاء الله في الورقه اللي انا هسيبها لك بعد كل عربيه. جايه بشكل الجنط العادي من شركه اودي، وكمان اس لاين. جايه الجزء الخلفي ده كله بالازاز الفامي اللي هو الازاز المعتم الاسود اللي انتم شايفينه ده، وجايه بالاكسدام الخلفي الشكل ده، وبفتحه الشكمان العريضه بالاطار الفضي الشكل ده. ولكن الفتحتين دول فيهم واحده منظر والتانيه شغاله طبيعي. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان هنا الاكزوست موجود اللي هو الشكمان خارج عادي مفيش اي مشكله. لو جينا بقى بصينا هنا في الناحيه التانيه هنلاقي ان الجزء ده مسدود ما فيهوش اي حاجه خارجه منه، فيبقى الجزء ده منظر والجزء اللي هناك ده هو ده اللي شغال. بس كده انا مش شايف العربيه فيها تفاصيل تاني ممكن اشاركها معاكم، لان هي عربيه متواضعه، عربيه تعتبر اقتصاديه وعائليه، ما فيهاش تفاصيل كتير احنا ممكن نتكلم عنها. وبعد كده معايا العربيه الفولكس فاجن باسات ار لاين موديل 2015 مستعمله مش جديده، مشيت 130450 كيلو متر. TDI في العربيات يعني العربيه دي ديزل مش بنزين، وناقل الغيارات فيها هيجي اوتوماتيك مش عادي. والعربيه دي زي ما احنا ما قلنا في العربيه اللي فاتت عامله الفحص بالفعل ومحتاج يتجدد سنه 2025 مش قبل كده. والعربيه هيكون سعرها 19000 يورو 900. تعالوا دلوقتي اخدكم نتفرج على العربيه دي سوا. هنلاقيها جايه بالجيموت الشكل ده من شركه فولكس فاجن، وهنلاقيها كمان جايه بالمرايه دي كربون فايبر. ولو بصينا هنا هنلاقي موجود البصمة علشان تخش العربية. والعربية جاية كمان الجزء الخلفي كله جاي بالإزاز الفامي اللي هو الإزاز المعتم الأسود اللي انتوا شايفينه ده، وكمان حوالين الإزاز موجود الفريم السيلفر ده مخلي العربية شكلها حلو. فريم السيلفر اللي هو الإطار الفضي اللي موجود حوالين الإزاز ده، وهنلاقيها جاية بفتحة الشكمان العريضة الشكل ده. بس عايز أقول لكم إن الفتحتين الفتحة الشمال والفتحة اليمين منظر ما فيهمش شكمانات. لو جينا بصينا هنا وركزنا هنلاقي اللي هي مقفولة بالبلاستيك هنا مش مفتوحة، كذلك نفس الكلام في الجزء ده. وكمان فيها فتحه سقف بتتفتح لحد نص السقف، جايه كمان بالازاز المعتم. معلومه بقى على السريع، الالمان بيقولوا على الفولكس فاجن فاو في، فانت لو سمعت حد بيقول لك انا جبت عربيه فاو في المانيا ما تفتكرش ان ده نوع جديد ولا حاجه.
وبعد كده معايا الشكودا كودياك 4x4 تي دي اي. وزي ما احنا متعودنا في فيديوهاتي لما بنسمع كلمه تي دي اي بنعرف على طول ان العربيه دي ديزل. وخد بقى المعلومه اللي بعديها، الالمان هنا بيقولوا على سكودا شكودا، فانت لو سمعت حد بيقول شكودا بيقول الكلمه زي ما الالمان هنا بيقولوها شكودا. والعربيه مستعمله مش جديده، مشيت 117850 كيلو. ناقل الغيارات فيها هيكون اوتوماتيك مش عادي، وهتكون 190 بي اس. العربيه عامله الفحص المفروض هيخلص في 2024 في شهر 11، يعني العربيه فيها فحص لحد شهر 11. وهيكون سعر العربيه 28990 يورو. والعربيه دي كان ليها مالك واحد بس قبل ما تتباع، يعني في واحد اشترى العربيه دي من المعرض لما كانت جديده لانج، ودلوقتي هو عارضها للبيع، هو نفس الشخص. لان التفصيله الصغيره دي هنا في المانيا بتفرق في سعر العربيه. تعالوا دلوقتي اخدكم نتفرج على العربيه سوا. جايه بشكل الجنط العادي، هنلاقي موجود فيها فتحه السقف واصل لحد نص العربيه بالازاز المعتم. جايه بفتحه الشكمان الشكل ده، بس الشكل ده منظر ما فيهوش شكمان. لو قربنا وبصينا هنا كده جوه هنلاقيها مسدوده. وجايه برضو الجزء ده كله بالازاز المعتم اللي هو الازاز الفامي. والعربيه دي مساحتها كبيره جدا، عربيه عائليه تنفع للعائلات اللي بتطلع دايما وبتحب تسافر وتروح وتيجي بعربيات. ومعايا العربية المفاجأة اللي سعرها بسيط جدا، وكمان عربية جميلة وإمكانياتها كويسة إلى حد ما، وهي العربية الفيات بونتو اللي معايا اللي قدامي دي. العربية دي موديل 2009، مشيت 132 ألف كيلو، 65 بي اس، وكان ليها 5 ملاك قبل كده. وناقل الغيارات فيها هيكون العادي اللي هو المانوال، والعربية بنزين مش ديزل. وهيكون سعرها 1900 يورو. سعر جميل جدا لأي شخص لسه في بداية حياته وعايز يجيب عربية ويكون نفسه أي حاجه توديه وتجيبه. فالعربيه دي جميله جدا وسعرها جميل جدا. والعربيات هنا في المانيا سعرها مقبول، يعني الشخص يقدر يشتري عربيه هنا في المانيا. الفكره كلها في ان شخص يكون قادر على مصاريف العربيه، سواء من بنزين شهريا او تامينات شهريه او صيانات بتتعمل كل فتره للعربيه بشكل منتظم علشان العربيه ما تبص. هي اي نعم فيها شويه تفاصيل كده صغيره، زي مثلا الفانوس ده عايز يتنضف علشان يبقى نضيف زي الفوانيس العاديه المبلوره بالشكل ده. يعني فيها شويه تفاصيل كده اي شخص يقدر ياخدها يلمعها ويروق عليها ويغير لها شويه حاجات بسيطه وهتبقى زي الفل. تعالوا نتفرج عليها كده. هنلاقي كمان انها كوبيه، يعني عايز اكتر من كده ايه يا باشا؟ عربيه كوبيه ب 1900 يورو واسمك راكب كوبيه. والعربيه ما شاء الله حاله الدهان بتاعتها زي الفل، مش دهنه ولا رشه قبل كده، وكمان ما فيهاش خدوش ولا خبطات كتير. عربيه وقوره واقفه على حيلها، شكلها وقور. هنلاقي هنا الجزء ده محتاج حد يعمله علشان ما يسرحش في بقيه العربيه. وعلامه فيات دي محتاجه تتغير، تتجاب واحده جديده شكلها يكون احسن من كده علشان دي الوانها باهته خالص من الشمس. انما الباقي زي الفل ما شاء الله والله. وانتنا هنا هي كمان، بمعنى كده ان في راديو جوه في العربيه اخر دلع. وبعد كده معايا العربيه السيات تي دي اي موديل سنه 2022، 150 بي اس، وناقل الغيارات فيها هيكون اوتوماتيك مش مانوال. وزي ما انتم اتعودتوا معايا لما بنسمع كلمه تي دي اي بنعرف على طول ان العربيه دي ديزل مش بنزين. كان ليها 5 ملاك قبل كده، والعربيه فحصه وموجود فيها فحص لحد سنه 2025. وهيكون سعر العربيه 23900 يورو. تعالوا دلوقتي نتفرج عليها سوا. العربيه جايه من غير فتحه سقف، وفتحتين الشكمان دول فتحتين منظر ما فيهمش شكمان. لو جينا قربنا هنا كده هنلاقي ان دول مسدودين. جايه الجزء الخلفي ده كله بالازاز النص معتم، يعني معتم بس مش معتم قوي. وبكده يا شباب يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو ليك اي نوع عربيه عايز تعرفه وتستفسر عنه اكتبوا لي تحت في التعليقات، وما تنساش تشترك معانا علشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وعرفني ايه رايك في الفيديو ده في تعليقك الجميل تحت. اخواتي اللي طلبوا مني اسعار العربيات السكودا هنا في المانيا، وكمان العربيات التسلا والعربيات التويوتا، انا مش ناسيكم، بس ان شاء الله مستني اللي انا الاقي الوقت المناسب واروح مخصوص اصور لكم العربيات دي. اتمنى لكم ليله سعيده. سلام عليكم.